ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص بدات اجواء الخريف، وبدات بقى اطلع الديكورات واعمل كده جو حلو. بصوا المطبخ لسه ما ظبطتش فيه اي حاجه. تعالوا بس نعمل كوبايه شاي عشان لسه صاحيه. طلعت بس المجات دي جديده شاريها السنه دي، بس هي كبيره قوي فمش هعملاه. وتعالوا بقى نقول للديكور ده باي باي، ونعمل ديكور جديد. وكمان هنعمل ديكور في البيت حلو قوي. هفرجكم كده كل الاماكن اللي انا عملت لها ديكورات. لو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وكمان عايزه رايكم في الكومنتات كده، ديكورات حلوه نظبط حاجه. ولو عندكم افكار كمان للديكورات شاركوها معايا. بصوا هنا عملت ديكور بسيط خالص، مجرد بس ان انا حركت ده، خليته بقى هو مكنة القهوة كده. هنا تقريبا هشيل الحاجات دي لسه، يعني كده الرخام عندي. وبس حطيت هنا الكتل واليقطينة الكبيرة دي حلة بتتفتح، فممكن نستخدمها في التقديمات كمان. وبس كوستر خيش، ودي صغيرة بالشمع كنت عاملاها، وشكل السنوبر، وفرع كده ادى جو ظريف قوي. فهو ده تقريبا ديكور المطبخ. مش هعتمد حاجات كتيرة لان انا عندي الكوفي كورنر، وهو ده اللي بعمل فيه ديكورات اكتر للمشروبات والمجات وكده. ده كده بقى شكل الكوفي كورنر عندي. هو انا عاملاه على جزئين، ده جزء صغير حاطه فيه السيرب بتاع القهوة وشكل البامبكن دي، وهو من تحت برضو يعني 2 بامبكن كده ردين على بعض، والفناجين الجديدة. وهنا حاطه المجات كده، وحاطه كمان ديكورات حلوة من فوق. بس وهنا في كوسترز كده ورق شجر، فبحس ان هما بيليقوا نحطهم كده. اللي بقى معايا كوباية مج حاجة بيسند عليهم، بيطلع شكلهم حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم الليفينج، ونبدأ نظبطه كده ونروقه، و فرجكم بقية الديكورات. تعالوا كده اوريكم الاول شكل الركن عندي. هنا كده بحط 2 خدادية. دي كده الكنبة الكبيرة، وهنا بيبقى عندي بانكت صغير محطوط عليه الثرو دي من ايكيا، وده شكل الكوشنز. فتعالوا كده نعمل اجواء خريف لذيذة، وافرجكم كمان الحاجات اللي اشتريتها، ونغير بقى الشكل ده. بس اول حاجة كمان عايزة انضف الكنب، لان يعني لو قربنا كده حاجات وبقع وفرافيت فتعالوا الاول نظبط المنظر ده. هشيل كده كل الكوشنز اللي عندي، واوريكم كمان بنضف الكنبه ازاي. انا عايزه اقولكم انا بصور بالليل والكل نام. انا بستخدم المكنسه، والراس دي فيها فرشه دواره كده، فاي حاجه بتطلع معانا. طبعا هشفط الكنبه كلها عشان لو في اي شعر اي تراب اي حاجه، قبل بقى ما نحط الحاجات الخريف او الشتاء. ومعايا المنظف ده من ستونش، ده باي بقعه بقى صغيره، مجرد بس برش كده. ودي مناديل زي الوايبس كده بعمل بيها اي بقعه، ما بتاخدش وقت خالص. فده كده بيحافظ على الكنب اكتر. تعالوا بقى هعملها وافرجكم الحاجات. وانا طلعت اصلا البوكس كل الحاجات اللي انا كنت جايباها قبل كده. تعالوا بقى اوريكم الحاجات مع بعض. ده كده الحاجات بتاعت الخريف، وفيهم حاجات كتير انا عاملاها وحاجات تانية جبتها.
هنتفرج كده مع بعض وهوريكم الكوليكشن الجديد كمان اللي جبته. تعالوا بقى نبدأ مع بعض. بصوا احلى حاجات جبتها، انا بحب دايما في اي سيزون اجيب كوبايات جديدة، مجات جديدة، حاجات كده. فجبت الطقم ده من LC. هو بيجي 2. يعني بصوا كيوت جدا جدا جدا، وحجم الفنجان مش قادره اقول لكم قد ايه خطير. يعني انا بحب اشرب قهوه تكون دبل او للاسبريسو، حلو جدا وشكله تحفه. هو الطعم بيجي 2، بس انا كنت بتفرج عليه في ست، وحتى شكل البوكس حلو قوي للخريف. يعني لو انتوا عايزين تدوه كادو لحد، شكل البوكس رائع. جبت كمان من LC الفرع ده، شكله كيوت كده ومختلف عن الفروع الموجودة، انا برضو شارية منها. ومن بيج كمان جبت مجات، جبت مجات كده شكلها كيوت جدا. جبت الزيتي وجبت النبيتي، فشكلهم حلو. جبت كمان بيج، وجبت اليقطينة دي شكلها كيوت قوي وبتتشحن، بتنور. شكلها حلو قوي بقى بالليل في الديكور وكده، بتطلع شكلها شيك قوي. طلعت بقى كل الحاجات اللي كانت عندي. يعني الحاجات دي انا اللي كنت عاملاها معاكم السنه اللي فاتت. اليقطينات دي برضو كنا عاملينها. بالشمع ده كنت انا اللي عاملاها معاكم السنه اللي فاتت. وفي كوشنز بس جديده وحاجات جبتها، بس اي ثينك ان هي تحت. طبعا ده احنا هنمشي في البيت كله، نعمل دلوقتي اجواء خريف. دي الحاجات اللي انا جبتها جديده برضو. ده مفرش بيتحط على اي ترابيزة عندكم، على صينية، شكله كده تحفة. هستخدمه برضو. وده مفرش بس انا هستخدمه استخدام تاني. ومعايا بقى الكفرات بتاعت الكوشنز دي، فحبيتهم قوي وحسيت ان هما لايقين على لون الكنبة عندي. والسترو دي كانت عندي من السنة اللي فاتت، كنت شفتوها في الديكور، فجبت لها برضو كفر يليق عليها. دي من السنة اللي فاتت ودي من السنة اللي فاتت. وطبعا ده حبل النور في الورق بتاع الخريف، والافرع دي بتطلع شكلها شيك اوي. تعالوا بقى نحط الديكورات واوريكم كده الليفينج روم ونبدأ نطلع بره. تعالوا بقى بصوا كده، فرشت الرانر بميل على البانكت الصغير، ورصيت كده خضريات بشكل ظريف. وعايزه اقول لكم ان هما مدين فايبس تحفه، والشكل طبعا يعني بقى خريف جدا جدا جدا. الزرعه الخضراء اللي هنا دي هشيلها، واوريكم بقى ركن تاني عملته في الليفينج. عملت كمان الكورنر ده. طبعا حاطه فيه هنا الدفايه دي بتاعت فريش، وحطيت هنا بامبكنز كده شكلهم كيوت قوي. فالمنظر اوفر اول. ده جهاز المعطر. وحطيت كمان هنا دي شمعة من بس اند بادي، بس ريحتها مش خريف، فانا بس لقيت ان الالوان لايقه فقلت نحطها، تدي بقى اجواء رهيبه. بصوا الشكل تحفه بالليل واحنا طافيين بقى الانوار كلها، والدفايه بس شغاله، دي شغاله اضاءه بس مش عامله تدفئه دلوقتي. والبامبكنز لونهم جراي عشان يكونوا ماتشنج مع الكنب.
جه وقت الغدا. انا كنت عامله المحشي ده من امبارح، عامله محشي كرنب وورق عنب، وهنا بسلق فراخ. مش هتشوفوا من البخار معلش. فهبدا بقى اسوي الاكل، ويبقى كده الغدا النهارده جاهز. وده احلى حاجه، ان انتوا لو هتعملوا مثلا محشي او كده تخلوه من بالليل جاهز. هنا بقى ترابيزه السفره، حبيت اعمل عليها شغل بسيط ويكون متناسق برضو مع بعضه. هنا انا حطيت ده رانر بتاعي، ده بحطه في اغلب الوقت يعني مش بشيله، وبدأت انسق عليه. ده الفرع اللي بينور بالليل، بطفي كل الانوار بيبقى شكله تحفة. دول كلهم انا اللي عاملاهم. ده قالب واحد بس يعني، ده متلون، ده ابيض وبيتفتح، ممكن نحط فيه شمع، نصب جواه شمع هيبقى خطير. دول كانوا جاهزين. وده كده شكل السفرة يعني كامل. هطفيلكوا النور اكتر عشان تشوفوا. ده كده شكل ترابيزة السفرة. دي بالونات عيد ميلاد. بصوا شكلها كيوت جدا، وبالليل بجد بيبقى شكلها حلو. دي كده شكل مخبوزات، بصوا شكلها بامبكين تحفة. اختي عملتها لنا، فهناخدها سناك كده ومع الديكور. فباينه بصوا الشكل تحفة قوي. دي محشية بيبروني وجبنة موتزاريلا، بصوا خطيرة. دي هاخدها سناك كده واحنا بنكمل الديكورات. خلصت بقى اليوم وجيت اعمل قهوة. ونجرب بقى المجات الفناجين الجديدة. وعندي هنا في اليقطينة دي، وعندي في اليقطينة الكريستال دي حاطة بسكوت بالقهوة برضو. كده بقى يبقى اخر اليوم نكافئ نفسنا فنجان قهوة وحاجة حلوة. يا رب يكون الديكورات عجبتكم، الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.